النهارده جاي اكلمكم عن اسكندريه واهل اسكندريه في الصيف، وخاصه في العيد وايام ويوم الجمعه وايام العيد، خاصه يوم الجمعه. الرحلات اليوميه دي بتبقى افظع مما يمكن بالنسبه لاهل اسكندريه. دلوقتي الحاجه تيجي تقعد على البحر، على البحيره، تقوم جايبه حله المحشي وحله الكبيبه وحله طبعا اي حله بقى زي ما انتم عارفين بقى، حله كده، وتاكل، واللي يفوت منها في البحر ياكل ويفوت منها في البحر. الواد الصغير يطلع: ماما عايز اعمل ايه؟ عايز ايه يا ابني؟ عايز اعمل ايه؟ تعمل يا ابني انزل في البحر، صرف في البحر، صرف في البحر. يا ابني يا ماما عايز يا ابني انزل صرف في البحر. ينزل يصرف، تنزل تاخد غطس في الميه، تطلع تلاقي بامبرز فوق دماغك، بتاع اللي في البامبرز، اللي هو بتاع انتوا عارفينه طبعا، البامبرز ده. تنزل تطلع تلاقي قشر بطيخه في دماغك. يا جماعه مش كده، عايزين تروحوا المصيف روحوا براحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه وهيصوا وعيشوا حياتكم بس بلاش بامبرز وقشر بطيخ وفي البحر ماشي. عيشوا براحتكم بس بلاش الحاجات دي بس. وزي ما انتوا شايفين دي مأساة أهل اسكندرية يوم الجمعة، مؤاساة. شنط بطيخ ومحشي وفراخ ويرموا في البحر وبامبرز. وزي ما انتوا شايفين دي مأساة أهل اسكندرية يوم الجمعة. عايزين بقى نتكلم عن الشباب الروشة اللي في البحر، وطبعا عارفين يعني ايه شباب روشة في البحر. يعني 3-4 شباب روشين مالهمش اي 30 لازمه في البحر كده، قاعدين مع نفسهم، شافوا مجموعه بنات، فجاه العيال اتقلبوا كلهم عيال كوميديه ملهاش حل. العيال اتقلبت كلهم عادل امام، يقوموا قاعدين في البحر وفجاه يطلع واحد منهم روش. طبعا البحر كله عارف الروش ده، يقوم راح في وسط مجموعه بنات، ويقوم رايح ونازل في وسطهم ويقعد يعمل حركات بايده وكده ومش عارف ايه. قال يقول لك بغرق بغرق، يعني انت سبت البحر كله وجاي تغرق في المنطقه دي؟ يا عم انت قدامك البحر كله، يغرق في اي حته. انت هبل يا ابني، الدنيا كلها عارفه انت تعمل ايه في وسط مجموعه البنات دي. ف ماشي يعني بلاش. بس الفكره بقى اللي انا عايز اوصلها ان اهل اسكندريه بيقولوا على اي حد غريب يخش اسكندريه بيقولوا عليه فلاح. مش شرط على فكره ان اي حد يخش اسكندريه وينزل البحر ويعمل اي حركات من دي يبقى فلاح، بالعكس. دول الناس جايين يتبسطوا يومين، يقعدوا في اسكندريه يوم ويصيفوا يومين ويتبسطوا عادي. اهل اسكندريه بيقولوا ان هم بيطفشوا من اسكندريه في ايام الصيف وايام، عشان الناس الفلاحين اللي بيخشوا البلد ويبوظوا البلد دول. على فكره انتوا برضك لما بتروحوا في اي حته بره بلدكم بيقولوا عليكم فلاحين. هي المشكله واحده بس، ان اي حد بره بلده بيتقال عليه فلاح. فهي الفكره كلها ان كله جاي يصيف يومين مش اكتر. اي حد هرجع اقول لكم تاني، اي حد بره بلده بيتقال عليه فلاح بس.